جمهور الاهلي قال كلمته. ريبيرو روح روبيرو. جماعه والله العظيم، بص، بغض النظر عن اهلي والزمالك والتحفيل والكلام ده، الجمهور برضو بيفهم في الكوره. الجمهور برضو عنده من الخبرات، لما بيتفرج من هو عنده 7 8 سنين لغايه مثلا يوصل لغايه سن 30 40 50 سنه، بيتفرج كوره ويتفرج على مدربين، وحضر الاهلي وهو جامد، وحضر الاهلي وهو وحش، وحضر الاهلي وهو نص نص. فمر عليه كل الظروف، مر عليه كل المدربين، فاكتسب خبرة. فالناس بتفهم برضو، معلش يعني. ريبيرو، دي كان الاختبار الحقيقي التاني ليه بالنسبة لي أنا، وجهة نظري الشخصية، بعد كأس العالم للأندية. ده تاني اختبار ليه حقيقي ليه. سيبك من فاركو ولا 4-1، وسيبك من مش عارف مين ومين، وتعادل مع مين، وخسر من مين وكسب مين. سيبك من الكلام ده كله. الاختبار الحقيقي هو ماتشات كاس العالم للانديه، وماتش بيراميدز، ولسه الزمالك. لكن انا خلاص، انا ما اظنش ان ريبيرو هيلحق ماتش الزمالك بنسبه 90%. خلاص ريبيرو بره الاهلي. طب حد يقول لي هو يعني هو السبب؟ هو السبب. بأمانة الله، الإدارة عاملة كل اللي عليها وزيادة. مفيش مدرب يحلم بالسكواد ده. ماديا الأهلي مستقر ماديا، فخلاص يعني انت ناقص ايه تاني؟ انت بتعك، انت كاريبيرو، انت بتعك في التشكيل، ومش شايف لك طريقة بناء هجمة. مش شايف لك. انا الاهلي ما بيروحش على الجون، تخيل. يعني تعادل مع غزل المحله الماتش اللي فات، ماشي، راح كذا كوره وضيع وكان عنده سوء حظ. النهارده بتلعب مع بيراميدز. بيراميدز ماسك الاهلي واكله، مش مهنيه على حاجه. استحواذ؟ لا، مفيش استحواذ. لعب مباشر؟ مفيش لعب مباشر خالص. في كوره النهارده رحت على الشناوي. متخيل الاهلي بيلعب مع فرقه زي بيراميدز او ايا كان في الدوري المصري اي فرقه؟ متخيل الاهلي ما راحش ولا كوره على الخصم؟ بكل السكواد ده، بكل اللعيبه دي، بكل الظروف ده، بكل الغيابات اللي عند بيراميدز دي، مصطفى فتحي، الشيبي، رمضان صبحي، مفيش صديق جونه، ومفيش ابراهيم عادل. ايفرتون ده شربوه، ده لبسوه، اللي جايبينه ب 4 مليون دولار، ده ب 4 مليون دولار. اما اخوان الفينا بقى اللي عندنا في الزمالك ندفع له كام؟ 10 مليون دولار. ايفرتون ده الاهلي كان هيموت عليه. ده مش عارف يعدي من محمد هاني واحد على واحد. يعني تقريبا لو عمل 10 مراوغات مع محمد هاني مثلا، نجح في 5 وسقط في 5، او نجح في 3 كمان وسقط في 7 على محمد هاني. اضحوكة النادي الاهلي بالنسبه للاهلاويه اصلا. يعني محمد هاني ده اصلا الاهلاويه ما بيحبوش، وشايفينه عيل تعبان، باك يمين تعبان. ده ب 4 مليون دولار ايفرتون، ما علينا. إيه... ما كل الغابات دي عند البيراميدز، وانت بكل سكوادك ده، ومش يعني انا ما بقولكش انت ما كسبتش ليه، يعني دي كارثه تانية. انت ما رحتش على الجون اصلا انت الاهلي ما راحش على الجون، ما ضيعش فرص. انت متخيل الاهلي وصل لفين؟ عندك ماكينه عرضيات زيزو باشا. كل الكور يا بتاعت الدفاع، يا بتاعت الشناوي الحارس. وبيراميدز خير الكلام ما قل ودل. الكورتين اللي راح بيهم جابهم جونين. بيراميدز برضو بالمناسبه ما هدتش الاهلي كتير. بيراميدز ما هدتش الاهلي كتير، بس راح بهجمتين، عمل محاولتين. الاهلي ما فيش خالص خالص. زيرو هجمات، زيرو تصويب على المرمى، زيرو فرص. اسوأ ماتش لريبيرو. يعني انت في كاس العالم للانديه ريبيرو، انت خسرت وتعادلت ومش عارف ايه، بس كنت احسن من كده. في كاس العالم للانديه انت خسرت وتعادلت، بس كنت احسن من النهارده. اسوأ ماتش ليك يا ريبيرو انت من ساعه ما جيت الاهلي.
وده اسوأ واخر ماتش، يعني مش اول واخر ماتش، اسوأ واخر ماتش. انا ما اظنش ان ريبيرو خلاص مكمل، خلاص انت داخلين على فتره توقف، ويبقى قرار ذكي جدا من اداره الاهلي لو جابت مدرب اجنبي دلوقتي حالا في خلال 48 ساعه او 72 ساعه، يعمل معاهم فتره اعداد ويستغل فتره التوقف، يعمل اعداد مثلا ايه الاسبوعين اللي جايين دولت او الثلاث اسابيع اللي جايين من دلوقتي، يخش بيهم على الماتش اللي جاي من الدوري وهو عامل فتره اعداد. هيروح من الاهلي مثلا زيزو منتخب، هيروح مثلا ممكن محمد هاني، تريزيجيه اكيد، في 4 5 من مروان عطية لو سليم هيلعب هيروح، في 4 5 من الاهلي هيروحوا المنتخب. فعندك 20 بقى لعيب، 25 لعيب تقدر تعمل بيهم فتره اعداد. هيجي لك اللي كانوا في المنتخب راجعين عليك فايقين، مش هيحتاجوا كتير، وفانهم اصلا لعيبه كبار فمش محتاجين حد يعدهم لسه. ده يبقى قرار ذكي من الاهلي لو عملوا كده، او اسهل قرار بس هيبقى مخاطره او بس ساعتها ممكن تسد ودانك عن الناس والجمهور. عماد النحاس يا باشا، عماد النحاس يمسك الفرقه، هيعمل زي ما الكتاب ما بيقول، وده مش مطلوب اكتر من كده. انت عندك لبن العصفور، انت مفيش مدرب ليه حجه يمسك الاهلي ويفقد نقطه واحده. عندك بدل اللعيب 2 و3 بنفس المستوى، استقرار مادي موجود، دعم جماهيري موجود. انت كمدرب لو يجي يمسك الاهلي عايز ايه تاني اكتر من كده؟ مفيش حاجه تاني، مفيش حاجه ناقصه، مقفلين كل حاجه. وبعدين يا حسني مفيش حاجه اسمها النجوم بتبوظ الفرقه، او فرقه اللي فيها نجوم بتبقى. الزمالك عمل فريق الاحلام جاب بيه كل حاجه في الدنيا، الاهلي لما عمل فريق الاحلام اخد بيه كل حاجه في الدنيا 7 8 سنين ورا بعض، من 2005 لغايه 2013. ريال مدريد وبرشلونه لما كان برشلونه فيه تشافي وانيستا وميسي وسواريز ونيمار ودانيال الفيش وبيول ومش عارف مين باك شمال، اخدوا كل حاجه في العالم لما كان جوارديولا موجود. مفيش نجم بوظ الفرقه، وكان مع ان كل اسم من دول يشيل فرقه لوحده. ميسي يشيل فرقه لوحدها، انيستا يشيل فرقه لوحدها، تشافي يشيل فرقه لوحدها، كل واحد فيهم نجم فرقه لوحده. وريال مدريد كان رونالدو الكبير طبعا، وروبرتو كارلوس وفيجو ديل بيرو ولا مش عارف كان مين، وفين نيستلروي في راس حربه، وكان رونالدو موجود نفسه، وكافو باك يمين ومش كان مش فاكر الاسامي بصراحه. اسامي تقيله، وبيكهام اسامي تقيله جدا، كانوا كلهم موجودين في نفس الوقت مع بعض، وخدوا كل حاجه في العالم برضو. جوارديولا مع مانشستر سيتي قاعد ياخد كل حاجه مع مانشستر سيتي 5 سنين، كان كل فرقه كلها نجوم. الكلام ده باشا امتى الفرقه تبوظ؟ ومش لما يكون كلها نجوم. الفرقه بتبوظ لما 1 أو 2 يتميزوا بفرق كبير، فرق فج عن بقيه الفرقه، وهم يكون مستواهم الفني في الملعب لعيب الكوره صايع. بمعنى انا دلوقتي هو مثلا يا عم انا اعتبرني مروان عطيه ماشي، انا شايف زيزو انا باخد 12 مليون جنيه، ده اللي كان هيحصل في الزمالك، ما ده اللي كان هيحصل. انا زيزو باخد 12 مليون جنيه او 8 مليون جنيه تقريبا، 8 مليون جنيه، وعايزين يجددوا لي ب 12. وده زيزو واللي قدامي دوت وينج يمين زيزو بياخد 100 مليون. 100 مليون الفرق. انا شايف انا مروان عطيه المدرب اللي قاعد بره انا روحه، ودايما في منتخب مصر، ورقم 6 الاساسي بتاع منتخب مصر. زيزو ماشي على عيني وعلى راسي، لعيب كويس بس زيه او احسن مني، هو احسن مني شويه، فانا اخد مثلا 10 12 وهو ياخد 20.
لكن مش 100 مليون. ده بقى ان حصل الفرقه تفك، مش اللي عدد النجوم الكتير هو اللي يفكك. لا 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 خالص. الجاب الكبير هو اللي يفكك الفرقه. عدم المساواه او عدم الاقتراب في المساواه حتى هو ده اللي يفكك الفرقه. لكن تعالى كده ادي زيزو بقى 100 مليون، وادي امام عاشور 80 مليون 90 مليون، وادي تريزيجيه 100 مليون او 70 مليون او 80 مليون، وادي اسمه ده مروان عطيه 60 مليون بحكم مركزه، ودي مش عارف محمد شريف لو اشتغل وجاب اجوان يديله 70 80 مليون. يبقى كله ايه بيتكلم في رينج قريب، فرق 10 مليون زياده 15 مليون زياده في بالنسبه عشان دول ارقام كبيره. انا بكلمك ال 15 دول كانهم 15 جنيه. لا ده عقد لعيب كامل تاني لوحده، فرق عقد ماشي. بس انا بتكلم عشان هم فئات كبيره في المبلغ. لو عملت كده مفيش فرقه هتبوظ ولا مفيش حاجه هتبوظ. مع مدرب بيعمل يا عم، ما مش عايز مدرب سوبر على فكره. والله الدوري المصري ما محتاج مدرب سوبر. هتقابل مين يا حسره؟ ولا في افريقيا هتقابل مين يا حسره؟ خلاص كل اللعيبه اللي في افريقيا الصغيره الجامده بتطلع بره على اوروبا على طول من وهي عندها 20 سنه، كبرها وهي عندها 20 سنه بتطلع بتلعب في دوريات اوروبيه بره. خلاص افريقيا خلاص بتتفرغ من نجوم. الكلام ده كان زمان، كان افريقيا او دوري ابطال افريقيا كان صعب، الكونفدراليه كانت صعبه. دلوقتي كل الناس بتجري ورا الفلوس والدولارات عشان العيشه والناس اللي عايشاها. فالنجم وبيبقى الموهبه بتتخطف من هي عندها 20 سنه وبتطلع بره. فافريقيا بقت فاضيه كوره. والدوري المصري نفس الكلام، مفيش كوره في مصر. فانت لو جبت مدرب بيعمل ايه العادي، يعني زي عماد النحاس كان بيعمل عادي، كان بيكسب بالاربعه والخمسه. اي فرقه كان بيقابلها بيكسبها باربعه وخمسه. عماد النحاس مش عبقري، عماد النحاس بس بيعمل العادي اللي هو الطبيعي. الباك يمين باك يمين، باك شمال باك شمال، زيزو ناحيه اليمين، تريزيجيه ناحيه الشمال، تحتهم اسمه ده ممكن قفشه، تحته بن رمضان، تحته مروان عطيه، قدامهم محمد شريف راس حربه. شكرا. الشوط الثاني تريزيجيه يطلع من الدقيقه 60 70 بعد ما يجيب مجهوده ويجيب اخره ويموت نفسه، انزل يا بن شرقي، زيزو يطلع، انزل يا حسين يا شحات او طاهر محمد طاهر. شكرا الموضوع انتهى. في حاله التساوي في الفلوس في اوضه اللبس الاهلي هيركب اي حد. مش هطول اكتر من كده، ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله اشوفكم بكره بعد ماتش الزمالك ووادي دجله ونحلل الماتش ونتكلم عليه ان شاء الله. السلام عليكم.